الحمد لله الذي أورث كتابه المبين من اصطفى من عباده المقربين، فقال في محكم التنزيل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في محكم التنزيل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن من حفظه لكتابه سبحانه أن اختار من بريته من حفظه في الصدور كما هو محفوظ في السطور، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين وسيد القراء والمجودين، من تلا كتاب ربه المبين غضا طريا كما أنزل، وندبنا إلى ذلك فقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وكان رضي الله عنه أي ابن مسعود قد أوتي حظا عظيما من ذلك، فقد أخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن الكريم كما أخبر عن نفسه عليه رضوان الله. ويكفيه فضلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه القرآن، فقال رضي الله عنه: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أحب أن أسمعه من غيري. ورضي الله عن الصحابة أجمعين الغر الميامين الذين نقلوا لنا القرآن عذبا وسلسلا، فكان لهم الفضل الأعظم في ذلك. ورحم الله التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، الذين رفعوا قراء القرآن الكريم وشرفوهم بالسند المبارك المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فطوبى لمن اتصل سنده بسندهم فنال بذلك خيرية هذه الأمة ونال الشرف الأعظم، واندرج مع أهل الله وخاصته أهل القرآن العظيم. والرحمة كذلك لمشايخنا الكرام ولجميع أهل القرآن الذين سبقونا إلى رحمة الله سبحانه ورضوانه إلى جنات النعيم. أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما بذلوا من الجهد والسهر في الليالي لخدمة كتاب ربهم الكريم بقراءته وقراءاته ضبطا وإتقانا وتحريرا وتعليما. أما بعد، فإننا نحتفل في هذه الساعة المباركة وهذا اليوم الأغر، يوم الجمعة، بختم القرآن العظيم للأخ الفاضل إسماعيل، حيث أكرمه الله سبحانه بكتابه الكريم فختمه مرتلا مجودا على قراءة أحد البذور السبعة، ألا وهو الإمام حمزة رحمه الله، أحد القراء السبعة الذين ذكرهم الشاطبي في قصيدته الغراء الميمونة حرز الأماني ووجه التهاني. فنال الأخ الفاضل بذلك الخيرية المباركة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا بد لنا في هذه العجالة أن نتكلم بكلمة موجزة عن هذين العالمين الجليلين والجبلين الأشمين اللذين وقفوا حياتهم الكريمة خدمة لكتاب ربهم المبين، الإمام حمزة والشاطبي رحمهم الله تعالى. أما الإمام حمزة فهو حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة، صاحب المناقب المشرفة، من اشتهر بكثرة تلاوة القرآن الكريم كما قال الشاطبي رحمه الله: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا. ولم يوصف أحد من القراء بما وصف به من الزهد والورع والتحرز عن أخذ الأجر على تعليم القرآن.
فمن ذلك ما يحكى عن جرير بن عبد الحميد قال: مر بي حمزة في يوم شديد الحر فعرضت عليه الماء البارد فأبى لأني كنت أقرأ عليه. وكان الأعمش إذا رآه مقبلا قال: هذا حبر القرآن. ويقال إنه لم يلقه أحد إلا يقرأ القرآن، كان يختم في كل شهر 25 ختمة، وكان إمام الناس في الفرائض، وهو من رجال مسلم أيضا في الحديث، وابن حبان إن شاء الله. ومناقبه كثيرة لا يتسع بنا الوقت لتعدادها، ولكن ذكرنا بعضا منها لنقتدي بسيرتهم العطرة ونقتفي أثرهم، عسى الله أن ينفعنا بعلمهم المبارك. أما الإمام الشاطبي رحمه الله فماذا نتكلم عنه؟ عن ورعه وزهده، أم على ذكائه المتوقد الذي إذا رآه الرجل لا يعرف أنه أعمى لفرط ذكائه، أم عن كراماته العجيبة، أم عن قصيدته الميمونة المباركة التي عجز عن معارضتها فحول الشعراء وكبار الفصحاء، أم عن علومه الفياضة في الفقه واللغة، أم ماذا نعدد من مآثر ذلك العالم الفذ الذي نظم حرزه المبارك فنال هذا النظم القبول عند الخاصة والعامة دون غيره من المنظومات. والحقيقة لو أردنا أن نتكلم عن كل صفة من صفاته التي ذكرناها آنفا لاحتجنا إلى أوقات طويلة، لكن هذا المقام لا يتسع لتعداد هذه المناقب، فإننا نشير إلى إشارات يسيرة جدا منها علنا أن ننتفع بها ونتشبه بهؤلاء المصطفين الأخيار، عسى أن نكون معهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. أما اسمه رحمه الله فهو أبو القاسم ابن ثيره ابن أبي القاسم الرعيني الشاطبي الأندلسي المكفوف المقرئ النحوي اللغوي، ولد بشاطبة إحدى ثغور الأندلس سنة 88 و500. كان رحمه الله عالما بكتاب الله تعالى من قراءته وتفسيره، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرزا فيه إذا قرئ عليه البخاري ومسلم والموطأ تصحح النسخ من حفظه. وذكر أنه نظم في كتاب التمهيد لابن عبد البر رحمه الله قصيدة دالية في 500 بيت، من حفظها أحاط بالكتاب علما. وكان مبرزا في علم النحو والعربية، عالما بعلم الرؤيا حسن المقاصد، مخلصا فيها يقول ويفعل. وكان رحمه الله يقول عن قصيدته: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله عز وجل بها، لأنني نظمتها مخلصا لله تعالى. وروي عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقام بين يديه وسلم عليه، وقدم القصيدة إليه وقال: يا سيدي يا رسول الله انظر هذه القصيدة، فتناولها النبي بيده المباركة وقال: ها هي مباركة، من حفظها دخل الجنة. وزاد القرطبي: بل من مات وهي في بيته دخل الجنة. وقال بعضهم يصف هذه القصيدة أي الشاطبية، قال: جل الرعيني علينا ضحى عروسه البكر وياما جلى، لو رامها مبتكر غيره قالت قوافيها له الكل لا. وقال الشاطبي رحمه الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 10 ليالي متواليات بالروضة الشريفة، فقرأت عليه القرآن فيها، وإنه صلى الله عليه وسلم قال لي: حماك الله من الشبه، وله حكايات مشهورة وكرامات مبرورة. قال عنه الإمام أبو شامة أي عن الشاطبي قال: رأيت جماعة فضلاء فازوا
برؤية شيخ مصر الشاطبي، وكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي. نعم أيها الإخوة، هذه كلمات يسيرة عن هؤلاء الأعلام الأفذاذ الذين خدموا كتاب الله عز وجل ونقلوه لنا بالسند المتصل المبارك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلزاما علينا أن نتذاكر وأن نذكر بعض مناقبهم لكي ننتفع بها ولكي ننتفع بالقرآن العظيم. فالمعول عليه هو العمل بالقرآن العظيم، لا المعول عليه التجويد فحسب، بل المعول عليه أن نقرأ وأن نعمل وأن نتدبر كي نكون من أهل القرآن حقا. فمهما قرأ الإنسان إن لم يعمل فلا يغني عنه ذلك شيئا، لا تغني عنه قراءته شيئا، بل لا بد من العمل. ونسأل الله تعالى لأخينا إسماعيل التوفيق والقبول، وأن ينفع به المسلمين أينما حل وأينما ارتحل. ونقول أيضا كما قال الشاطبي لوالده: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، فلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، فبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، وأن يفرج عنا وعن سوريا وعن المسلمين جميعا ما أهمهم وما أغمهم، وأن يتقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. لا تؤاخذونا. بارك الله فيك. تصور الأمور كلها معروف يعني لديكم، لكن أحببنا أن